في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الشابة وردة شارلومانتي عن صمتها لترد عن الأخبار التي يتم تداولها حولها في الآونة الأخيرة. بعض الصفحات اتهمتها بأنها تشترط مبالغ خيالية تصل إلى 100 مليون سنتيم لإحياء الأعراس، الأمر الذي أثار الكثير من التعليقات والانتقادات. وردة نفت هذه الشائعات جملة وتفصيلا، وأكدت أن أسعارها لا تختلف عن باقي الفنانين، وأنها تلتزم بما هو معمول به في الساحة الفنية. وأضافت أنها فوضت أمرها لله ضد كل من يسعى لتشويه صورتها ونشر الأكاذيب عنها. الأكثر من ذلك، صارحت وردة متابعيها قائلة أنها مستعدة لإحياء أعراس العائلات الفقيرة مجانا، شريطة أن يدعو لابنها المسجون بأن يفرج الله كربه ويعود إلى أحضانها. هذا الموقف جعل عدد من متابعيها يتعاطفون معها ويشيدون بإنسانيتها، في حين اعتبر آخرون أن تصريحها رد عملي على من يحاولون إلصاق التهم بها. وبين الحقيقة والإشاعة، تبقى وردة شارلومانتي مصممة على أن تظهر للجمهور كصورة حقيقية للفنانة الجزائرية بعيدا عن التشويه والافتراء.